حاله مهمه جدا جدا. وعلى اثر هذه الحاله اللي تم الغاء ركله جزاء للاعب اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد طبعا خسر المباراه، وهنا حصل تعديل في هذه الحاله. لو شفنا الحاله هنا، اللاعب بدون قصد، يعني مش متعمد يا كابتن، في ركله جزاء يا كابتن بلال بتسجل اثناء المباراه، ممكن ترجع من العارضه. ماشي اوكي. هنا بنشوف الحاله يا كابتن. هنا هو راجل بيسدد بالقدم اليمنى، الكره بتذهب للقدم اليسرى، يبقى هنا لمس الكره مرتين. طبقا للقانون في تنفيذ ركله الجزاء لا يجوز للاعب اللي بينفذ ركله الجزاء ان هو يلعب الكره مرتين. بمعنى ايه؟ عندنا هنا بنشوف هنا كابتن، هنا حصل التلامس هنا قبل ما يسدد بالظبط. هنا هو اولا هنا ركل بالقدم اليمنى، ثم ذهب الكره في اليسرى، ثم دخلت المرمى. لو انت اثناء المباراه قبل التعديل، هنا بيحتسب ركله حره غير مباشره الحكم في هذه الحاله. بعد التعديل لو ركله ترجيح، هذه ركله بتعتبر ضائعه. حصل تعديل، قال لك في فرق ما بين مثلا اسامه حسني او بلال او هاني راح يسدد اثناء المباراه، ردت من العارضه، مش من حقه ان هو يلمسها طبعا، مش من حقه. ولكن هنا دي حاجه استثنائيه، يعني هنا حاجه مش متعمده من اللاعب. وبالتالي التعديل الجديد اللي هو ايه؟ لو اثناء المباراه كابتن اسامه وتسدد بهذا الشكل، لو دخلت الكره المرمى هنا تعاد، لو دخلت المرمى تعاد. طيب لو الحارس صد او خرجت، هنا بتحسب ركله حره غير مباشره. نفس الشيء في ركلات الترجيح، لو الكره بهذا الشكل دخلت المرمى تعاد، لو طلعت او الحارس صدها خلاص بتعتبر الركله ضائعه. ده مهم جدا يا كابتن هاني. ليه؟ لانك انت بتظلم لاعب بدون قصد، بيحصل منه لمس الكره مرتين مش متعمد، وبالتالي انت ضيعت عليه ركله. ده من ضمن التعديلات يا كابتن اسامه، عندنا 8 تعديلات، بس مفيش وقت طبعا نقول. انا حبيت بس اجيب التعديل ده مهم جدا. عندنا تعديل لحارس المرمى، عندنا الحكام النهارده هيتم وضع كاميرات، ودي اول مره بتحصل. وضع كاميرات على تيشيرتات الحكام، في لقطات مهمه جدا جدا هتبقى للمشاهدين في الملعب والجمهور. كمان اللقطات ديت هتفيد الحكام في تحليل الالعاب. عندنا حاجه مهمه جدا جدا، الحكام هترجع من الفار. اسامه حسني انت الحكم، عندك ركله جزاء لم تحتسب، الفار استدعاك، هتروح للفار تشوف. لما ترجع قبل ما تعمل الاشاره كده وتحسب القرار، هتبقى انت قرارك الاول هيبقى للجمهور. لازم تعلن تقول انت. دي كانت موجوده قبل كده في كاس العالم للانديه اللي كان في السعوديه على ما اتذكر، كانت موجوده. هنا بنوصل رساله ايه؟ هو عاوز يخلي الجمهور وكل الدنيا تبقى فاهمه شايفه. هو دي الثقافه التحكيميه النهارده. الافاب كابتن الاتحاد الدولي بيحاول يدي ثقافه للكل. يمكن في تعديلات كتيره كابتن اسامه، ولكن في حلقه ثانيه هنحكي في حارس المرمى اللي هو لا يجوز ان هو يعني يمسك الكره اكتر من 8 ثواني، بدل ما كانت بتحسب اندايركت من على خط منطقه المرمى، هتحسب ركله ركنيه يا بلال. ده تعديل مهم جدا، ركله ركنيه. ليه؟ لان كان الحكام بيتغاضوا دايما عن احتساب هذه الحاله، نتيجه ان المنطقه بتبقى خطره واللعيبه يعني بتبقى عامله مشاكل، فهيحتسب ركله ركنيه، وده تعديل مهم جدا هنحكي فيه يا كابتن اسامه لو في وقت. اخيرا كابتن ناصر، هل تم الاعلان عن حكام مباراه الافتتاح ولا لسه الاعلان؟ الحكام لسه ما زال يا كابتن. مثلا انا اتوقع هيبقى تقريبا حكم من اوروبا. احنا عندنا انجلترا يا كابتن اسامه، عندنا مايكل اوليفر، عندنا انتونيو تايرو من اوروبا، عندنا فرنسا عندها حكمين، خلي بالك. اسبانيا ما عندهاش ولا حكم. فاعتقد حد من اوروبا هيدير مباراه الافتتاح، لان احنا بنتكلم في الاهلي افريقيا وامريكا، فاكيد حكم من اوروبا تقريبا هيدير هذه المباراه. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس. اشكرك كابتن اسامه. اشكرك شكرا جزيلا كابتن هاني.